السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنسمي ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده هنعمل الكشري المصري. هنشوف مقاديره ايه. اولا هنجيب كيلو رز، كيسين مكرونة اسباجيتي، مكرونة صغيرة المرمرية، ونص كيلو عدس بجبة، وعايزين 4 بصلات كبار كده شرايح. اهم حاجة البصل يكون شرايح رفيعة قوي كده عشان يعرف يتحمر معاكي، ما يبقاش تخين. وعندك لعمل الصلصة تومة مفرومة، ملح، كزبرة، شطة، كيلو طماطم، وكيس شعرية، وكوباية زيت، وللدقة تومة وكمون ونص كوباية خل. وللصلصة وللكشري هنحط ملح وكمون وشطة. وهنبدأ نعمل الكشري مع بعض ان شاء الله. دلوقتي هنحط كوباية زيت كبيرة قوي قوي كده. ليه الزيت ده كله؟ مش هعمله بس للكشري، لا، ده انا هعمل منه البصل، وهعمل منه الصلصه، وهعمل منه الكشري، وهخلي الحله التانية عشان اعمل فيها الصلصه. بس احمر بس البصل عشان اخد حبه زيت للصلصه. دلوقتي هنعمل الصلصه معانا. هنحط راس ثوم كده، خدنا حبه زيت من البصل وحطينا الثومه فيها راس ثوم مفرومه، وهنقلبها لغايه ما تصفر. مش عايزاها تمرر، عايزاها صفرة. نفضل نقلب كده فيها. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنفضل نقلب كده لغاية ما التومة تصفر. نفضل نقلب كده، نقلب لغاية ما تصفر. هنحط الكزبرة، ونقلب كده. كأنك هتعملي طشة ملوخية، وتقومي طشاها بنص كوباية خل. تفضل تقلبي فيها كده وتغلي، وبعد ما تغلي هتحطي القوطة. هنعمل الدقة. هنحط راس ثوم وحبة كمون وخل. هعمله على البارد، انا ما بحبش اصفر التومه ولا اعمل حاجه بالنسبه للدقه على النار، لا، انا بعملها على البارد كده. وبزودها حبه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهحطها على النار تسخن بس، لكن انا ما بحطهاش على زيت ولا اعملها بالتومه ولا الكلام ده. انا بحبها نيه كده، طعمها بتبقى احلى. وجربوه. وطبعا هتحطي ايه، نص معلقه ملح. هنيجي للصلصه هنحط مقطعه طماطميتين كبار كده مكعبات، واحط عليها ايه، صلصه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دي صلصه بالشطه بالدقه، بتحط جنب الاكل. وهحمر البصل وهرجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما حمرنا البصل اهو بالشكل الجميل ده مقرمش اهو، لازم تهويه كده على منديل، او ما عندكيش منديل حطيه على ورق ابيض. وبعد كده مطرح الزيت هتحمري الشعريه. بعد ما الشعريه اتحمرت مكان البصل اهي، بقت صفرا قوي كده، هحط الرز. لازم اخلي الرز ده يتعمل مع الزيت مع الشعريه كده عشان يبقى مفلفل. وانا غاليه اصلا ميه عشان اسقيها ميه سخنه عشان ما ياخدش منك سوا، والرز يبقى لوحده بوحدته. خلصت كده وهحط العدس كمان. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. واقلب كله مع بعضه كده. بسم الله. الميه بتغلي قدامكم اهي، والصلصه موطيه عليها بعد ما غليت الاول، وطيت عليها عشان تبقى سمكها تقيل. وحورت كده الرز مع العدس مع الشعريه. هبدا احط الميه المغليه، واحط الملح والشطه والكمون، واقلب كده. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك. نفلفل ازاي؟ اللهم صل على النبي. هحط الميه المغليه واغطيه، وبعد ما يستوي هرجع لكم.
ودلوقتي بعد ما الكشري استوى اهو، بصوا انا عايزه اوريكم حاجه بس في الحله. بصوا الحله من تحت، بصوا زي القشطه، لان حتى مقادير كويسه ومظبوطه، ولا شاطت ولا حاجه، والرز استوى زي الفل. شايفين الحله؟ هفضيه في السرفيس وارجع لكم تاني. طلع بقى المنظر زي ما انت شايف كده. ودلوقتي حطينا الرز في السرفيس وعليه المكرونه والبصل اهو، وادي الصلصه، وادي الشطه بالدقه، وادي الدقه بتاعت الخل والثوم. عايزين تحطوا ليمونه فيها حطوا، مش عايزين عصره ليمونه في الدقه حطوا، مش عايزين دي ارتياح. وده المنظر النهائي، وجربوه ان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.